تخيل أن قرار واحد بس يقدر يغير شكل العالم كله في لحظة واحدة، وإن مصير ملايين البشر يكون مربوط بزر صغير. لو المحتوى ده مهم بالنسبة لك اعمل لايك واشتراك في القناة علشان الدعم يوصل الصوت لأكبر عدد ممكن. الحرب النووية مش فكرة بعيد ولا سيناريو سينما، دي فكرة موجودة في الواقع من سنين طوال، والسلاح النووي اتصنع علشان يكون ردع نفسي قبل ما يكون قوة عسكرية. الفكرة دائما إن الخوف من الاستخدام يمنع الاستخدام، بس المشكلة إن البشر عمرهم ما كانوا مثاليين، وقرار واحد غلط ممكن يكسر كل حسابات العقل ويحول التهديد لفعل، والعالم ساعتها مش بيختفي بس بخش في حالة جديدة ما فيش فيها الإحساس القديم بالأمان. لما الحرب النووية تبتدي التغيير الأول مش في الشوارع ولا في المباني، التغيير الأول جوه العقول، الإحساس إن السيطرة ضاعت وإن القرار بقى أكبر من القدرة على التوقع. الدول تدخل في ترقب والإعلام يركز والناس تتابع كل كلمة، لأن المعلومة ساعتها تبقى أمان. الحياة تكمل بس بنفس أبطأ، والتفكير في المستقبل يكون حذر أكتر. الفكرة إن الخطر مش في اللحظة اللي عدت، الخطر في اللي جاء في التأثير الطويل اللي بيغير شكل الحياة، يغير الأولويات ويخلي الحاجات اللي كانت مسلمات تبقى سؤال. على مرور الأيام العالم يبتدي يدخل في نظام جديد، النظام مبني على الحذر والاعتماد على النفس. التجارة تقل والحركة تهدى والدول تركز جوه حدودها، الناس تبتدي تفكر في الأساسيات، الأكل، الميم، الأمان، الحياة تبقى أبسط شكلا أثقل. معنى الحرب النووية مش نهاية فوري، دي بداية مسار طويل، مسار فيه تغير في القيم وفي نظر البشر لنفسهم. العلماء دائما بيقولون إن المشكلة الكبرى مش في السلاح، المشكلة في سلسلة القرارات اللي بتجي بعده. قرار يجر قرار والعالم يلاقي نفسه ماشي في طريق صعب الرجوع منه. عمرور شهور العلم يبتدي يلعب دور أكبر، محاولات تكيف، محاولات فهم، محاولات تقليل خسائر. البشر عمرهم ما وقفوا، دائما في بحث، دائما في تجربة. الأزمات دائما بتجبر العقل على الإبداع. الأجيال اللي بتكبر في العالم ده وعيها يكون مختلف، الثقة في القوة تقل والثقة في الحكمة تزيد، السياسة تبقى أكثر حساب، وكل قرار يتحسب له 1000 مرة، لأن الغلط المرة دي تمنه غالي. الفكرة من الكلام ده كله مش تخويف، الفكرة فهم ليه العالم بيحاول يمنع السلاح النووي، وليه في ضغط، وليه في حذر، لأن لحظة واحدة ممكن تغير تاريخ كامل. ومع كده الأمل دائما موجود في العقل وفي القدرة على التعلم وفي إن البشر يراجعوا نفسهم قبل ما يعيدوا نفس الغلط. تراكم السنين العالم يبتدي يفهم ان اكبر خسارة مش في اللي راح، اكبر خسارة في اللي كان ممكن يكون. وتغير السلاح النووي يفضل موجودة كفكرة تهديد مش كفعل مستمر، والتعامل مع عاده يكون اكتر حذر، مش علشان الخوف وبس علشان الوعي ان العالم بقى مترابط اكتر من أي وقت قبل. كل قرار يأثر على مكان بعيد، وكل غلط صغير ممكن يبقى أثره كبير. الحياة تكمل بس بميزان جديد، ميزان يحط العواقب قبل القوة ويحط العقل قبل الاستعراض. في العالم دول البشر يبتدوا يغيروا نظرتهم للفكرة القديمة بتاع الانتصار. الانتصار مش إن طرف يكسب وطرف يخسر، الانتصار الحقيقي وإن المواجهة ما تحصلش أصلا. عشان كده يظهر تركيز أكبر على الحوار، على التفاوض، على منع التصعيد. العالم مش مثالي بس بيتعلم بالطريقة الصعبة، وكل جيل يشيل تجربة اللي قبله ويحاول يكمل بيها، مش علشان يعيش في خوف، علشان يعيش بمسؤولية. التكنولوجيا تلعب دور مهم في المرحلة دي، الاتصال يبقى أسرع والمعلومة تنتشر أكتر، بس في نفس الوقت يبقى في تحدي كبير في الفرز بين الحقيقي والمضلل. الوعي يبقى أداة نجاة مش رفاهية. التعليم يكون أكتر أهمية، لأن الجهل في عالم مشحون ممكن يكون خطر قد السلاح، والعقل اللي بيفكر بهدوء يبقى أقوى من أي قوة تدمير. مع الوقت الناس تبتدي تسأل أسئلة أعمق، هو إيه معنى الأمان؟ وهو إيه معنى القوة؟ وهو إيه دور الإنسان في عالم قادر يدمر نفسه بنفسه؟ الإجابات مش سهلة ومش واحدة، بس المشترك دايما إن الحل مش في التصعيد، الحل في الفهم وفي إن القرار يكون ناتج عن وعي مش عن غضب. العالم بعد تجربة زي دي يبقى أكتر صمت في بعض اللحظات، وأكتر صدق في لحظات تانية، يبقى أقل انبهار بالقوة وأكتر تقدير للاستقرار. الحياة تكمل مش زي زمان بس بشكل يحمل درس كبير، إن القدرة على التدمير عمرها ما كانت دليل عظمة، وإن العظمة الحقيقية في السيطرة على النفس قبل السيطرة على أي شيء. على استمرار السنين العالم يبتدي يعيد ترتيب أفكاره عن المعنى الحقيقي للأمان. الفكرة القديمة اللي كان فيها الأمان مربوط بالقوة العسكرية تبتدي تضعف، ويظهر بدالها مفهوم أهدى وأعمق، الأمان كقدرة على التعايش وكقدرة على منع الأزمات. قبل ما تكبر العالم يفهم إن السلاح النووي مش ضمانة أمان، دي عبء ثقيل وراء كل دولة شائلاه، وأن السيطرة الحقيقية مش في امتلاك القوة بس في القدرة على عدم استخدامها. الدول تبتدي تعيد النظر في أولوياتها، الميزانيات تتوزع بشكل مختلف، والاستثمار في العلم وفي الطاقة وفي الغذاء يزيد، لأن الاستقرار الطويل مش بيجي من السلاح، بيجي من الاكتفاء ومن القدرة على تأمين الحياة الأساسية للشعوب. التنافس يفضل موجود بس يغير شكله، يبقى تنافس في التقدم مش في التهديد، وتنافس في العقل مش في الصوت. المجتمعات نفسها تتأثر، الناس تبتدي تبص للعالم بعين أهدى وأوعى. الإحساس إن الحياة هشة يخلي التعلق بالحاجات المادية يقل شوية، ويزيد التركيز على القيم. العلاقات البشرية تبقى أهم والتعاون يبقى أكتر. ضرورة الفكرة إن النجاة في العزلة تبتدي تنهار، لأن الواضح إن العالم المنغلق أكتر عرضة للأخطار من العالم المتعاون.
التعليم يمر بتحول كبير، المناهج تركز أكثر على التفكير النقدي، على فهم التاريخ مش كحكايات قديمة، لكن كدروس حي العبرة مش في معرفة إيه اللي حصل بس، لكن في فهم ليه حصل وإزاي ما يتحدثش نفس الطريق مرة تانية. الأجيال الجديدة تتربى على أن القوة مسؤولية، وإن القرار اللي يطلع من مكان واحد ممكن يأثر على العالم كله. الإعلام نفسه يبقى محطوط قدام اختبار صعب، الكلمة تبقى لها تقل والمنشيت ممكن يشعل قلق أو يهدي موجة، عشان كده يظهر طلب أكتر على المهنية وعلى التحقق. الناس تتعلم تسأل وتراجع، ومش كل صوت عالي يبقى صوت صح، التوازن بيبقى عملة نادرة بس مطلوبة أكتر من أي وقت. العلم في المرحلة دي يقدم نفسه كجسر بين الخوف والأمل، الأبحاث تركز على تقليل الأضرار البيئية، على تأمين الطاقة النظيفة، على تطوير الطب، لأن الصحة الإنساني تبقى جزء أساسي من فكرة الأمان. العالم يكتشف إن الحدود السياسية مش دائما منعة للأخطار، وإن التعاون العلمي أسرع طريق للحلول المشتركة. زمن أطول الفكرة النووية تفضل كذكرى ثقيلة وكتحذير دايم، مش كحلم ولا ككابوس، لكن كدرس مكتوب في وعي البشر. إن القدرة على التدمير مش إنجاز، وإن أكبر إنجاز إن العالم يختار يكمل، يختار العقل، يختار التعايش رغم كل الاختلافات. وفي النهاية اللي تفضل مش صور ولا أصوات، اللي يفضل فكرة بس، فكرة إن المسار ممكن يتغير، وإن القرار لسه في أيدي الإنسان، وإن المستقبل مهما كان ثقيل يقدر يكون أهدى لو العقل سبق القوة ولو الحكمة خدت مكان الاندفاع. ومع مرور الوقت الفكرة الأكبر اللي تسيطر على العقول تبقى فكرة المسؤولية المشتركة. العالم يبتدي يستوعب إن مفيش دولة تقدر تعيش لوحدها، ومفيش قرار محلي أثره محلي بس، كل حاجة بقت متشابكة، الاقتصاد، السياسة، البيئة، حتى المشاعر الإنسانية. الخوف يعدي زي العدوى، والأمل كمان يعدي، وعلشان كده يبقى في تركيز أكبر على هدوء اللغة وعلى حساب العواقب، لأن الهلع في العالم الجديد خطر زي السلاح. المجتمعات تبتدي تراجع نفسها بعمق، إيه اللي قرب العالم من الحافة وإيه اللي ممكن يمنع تكرار. الأسئلة مش سهلة ومش دايما لها إجابة واحدة، بس مجرد طرحها يغير شكل الوعي ويخلي الناس أكثر انتباه وأكثر رفض لفكرة إن المصير يتساق بالغضب. الدول تبتدي تغير طريقة تعاملها، اللغة العالية تهدى والوساطة تعلى، والقدرة على الاستماع تبقى أغلى من القدرة على التهديد. العالم يكتشف إن القوة في اللحظات الصعبة تكون في منع الانفجار مش في دفعه، وإن الحكمة أحيانا تكون في خطوة وراء. التغير ده ينعكس على الحياة اليومية، الناس تقدر البساطة أكثر وتفهم أن التوازن نعمة، الحلم يبقى أهدى والطموح يبقى أعقل، والاختيارات تتحسب بوعي مش بخوف، لأن العالم اللي فهم قيمة الاستقرار يحافظ عليه. في العلم والطب التعاون يزيد والمعرفة تتشارك، لأن الصحة جزء من الأمان، ولأن الأزمات مش بتعترف بحدود العالم. يدخل سباق جديد، سباق على الحماية، على العلاج، على السلامة، وده سباق مبني على العقل مش على السلاح. الأطفال اللي يكبروا في الوقت ده يسمعوا قصص مختلفة، قصص عن قرارات اتخذت بهدوء وعن عقول اختارت التراجع بدل الاصطدام. الدروس دي تتزرع في الوعي وتخلي الجيل الجديد أكثر حرصا على السؤال قبل القرار. ومع كل ده يفضل التحدي موجود، لأن الطبيعة البشرية مش سهل تتغير، بس الفرق إن الذكرى حاضرة كتحذير، وإن الوعي أوسع، وإن الفهم بقى أهم من التجاهل. وفي الصورة الأخيرة العالم يبان أهدى في بعض الزوايا وأكثر تعقيد في زوايا تأنية، بس الأكيد أن فكرة النهاية اختفت وحل مكانها فكرة الاستمرار، استمرار مبني على درس واضح، إن القدرة على التدمير مش عظمة، وإن العظمة الحقيقية في إن العقل يسبق القوة، وإن الإنسان لسه عنده اختيار. لو وصلت لهنا اعمل لأيك واشتراك ودعمك يفرق، واكتب رأيك، هل العالم يقدر يكمل بالعقل ولا هيفضل يقرب من الحافة؟